يصفون في الرمي 10 من 10. ولهذا قالوا قد أنصف القارة من رماها، أنصفها من رماها، لأنهم ناس بيعرفوا يرموا كويس، فأي حد هيحاربهم بالنبل هم هيغلبون. فلما لقي ابن الدغنة أبا بكر الصديق عند برك الغماد قال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، إن قومي منعوني من العبادة، فأنا أردت أن أخرج أعبد ربي في أي مكان، إن أرض الله واسعة. فقال ابن الدغنة إن مثلك لا يخرج ولا يخرج يا أبا بكر، مثلك في شرفه وفضله في قومه ومروءته وسؤدده لا ينبغي أن يغادر بلده أبدا، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك ولا يؤذيك أحد. يقول له إن مثلك في هذه الصفات العظيمة التي لا يتصف بها إلا السادة، على حد قول القائل لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. إن فيك صفات يا أبا بكر ليست في كثير من الناس، فكيف يفرط في مثلك؟ ارجع فاعبد ربك في بلدك ولن يضرك أحد. فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل اللي هو الضعيف الذي لا يقوى على حمل نفسه، الشخص اللي هو مش عارف يمشي أموره، يعني هو يحمل مثله، يعني ينفق عليهم من ماله ويتكفل بهم، ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، أنا له جار، هذا وقع في جواري لا يمسه أحد بسوء. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما يشاء ولا يؤذينا بصلاته وقراءته ولا يستعلم بذلك، فإن قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره، اشترط عليه هذا الشرط فلم يكذب بها أبو بكر وأخذ يعبد ربه في داره ولا يستعلم بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، بنى مسجد قدام البيت يعني، وبرز كان يخرج إلى هذا المسجد وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش. وكان أبو بكر رجلا أسيفا، رجل يتأثر بالقرآن رقيق القلب، إذا قرأ القرآن بكى. فكان هذا الموقف يعجب نساء قريش وذراريها وأبناءهم، فكان إذا قرأ أبو بكر اجتمعوا جميعا حوله ووقفوا من هنا ومن هناك، فخشي من ذلك كفار قريش وأفزعهم أن يسمعوا صوت الحق من أبي بكر، لأن الكفار يعلمون جيدا أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأه أصحابه من بعده هو الحق الذي إن صفى قلب امرئ منهم فلا شك أنه سيسلم به. وقد ذكر ابن إسحاق وغيره أن أشرافهم أبا البختري بن هشام وأبا جهل وأبا سفيان وجماعة منهم كانوا يأتون في الليل ويتسللون خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون قراءته، فإذا أرادوا أن ينصرفوا قبل بزوغ النهار يعني يلتقي بعضهم ببعض، يخبطوا في بعض، فيقول أحدهم للآخر ما جاء بك؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ فيقول ما ليس شيئا، إنما أردت أن أسمع ما يقول هذا الصابئ، شوف بيقول إيه محمد دول. فيقول بعضهم لبعض لو رآكم صبيانكم وعبيدكم ونساؤكم لفتنوا بكم، هيصدقوه إذا رأوا أمثالكم من الكبار يفعلون هذا هيعملوا هم إيه؟ فيتعاقدون ويتعاهدون ألا يعود أحدهم لهذا الموقف أبدا. ثم إذا كان اليوم الذي بعده أتوا جميعا فيلتقون وهم ينصرفون آخر الليل، فيأخذ بعضهم على بعض المواثيق، أو تعملوها تاني كده محمد، يعني لو شفنا يقول إيه، المسلمين يقولوا إيه، صبياننا يقولوا إيه آخر مرة، فيظلون على هذا حتى تعاهدوا وتواثقوا
ألا يعود أحد منهم لذلك، وهم يعلمون أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. فكانوا يخشون إذا قرأ أبو بكر في فناء داره وعلى صوته، وهو صوته أسيف، يعني يقرأ القرآن بحزن فيقطع القلوب ويبكي، فإذا رآه نساء مكة رقت قلوبهن له، ولم يصدقوا فيه ما يقوله صناديدها من أن هؤلاء قوم جاءوا بسب الآلهة وتسفيه الآباء، كما هي دعوى الظالمين في كل مكان وزمان للتنفير من أهل الحق. يريد أن ينفروا من المسلمين الملتزمين، يقول لك إرهابيين دايما معاهم السلاح، بيتدربوا على حمل السلاح وبيقتلوا المسلمين الآمنين، كلهم كده، يقول لك كلهم كده، فينفرونهم من جميع أهل السنة ومن جميع المتسننين في بقاع الأرض. ولو سمع الناس صوت الحق لمالوا إليه، وهذا حاصل لما فتح على الناس الآن وسمعوا أصوات الحق وبلغتهم هذه الفضائيات المشرقة من سماء الإعلام، مال الناس جميعا إلى هذا الدين الحق، لأنه دين الفطرة يخاطب القلوب والنفوس ويغلبها على نفسها. ولهذا خشي كفار مكة من ذلك، وأفزعهم أن يسمع نساء مكة صوت أبي بكر، وأن يسمع غلمانهم وشبابهم صوت القرآن يقرأ من قلب مخلص رقيق أسيف. ففزعوا إلى ابن الدغنة وقالوا: ما على هذا اتفقنا، مر أبا بكر أن يعبد ربه في بيته، اتفقنا معك لما وفينا لك بجوارك وذمتك أن يقرأ أبو بكر داخل الدار، الآن هو خالف معك، فإن كان يقرأ في داره وإلا لسنا مسؤولين. فقالوا: إن كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن بالصلاة والقراءة، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا، فأته فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل معاك ونجيره ولا نؤذيه، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك، فإنا كرهنا أن نخفرك ذمتك ولسنا مقرين له استعلانه بقراءته وبصلاته. قالوا: معلش، لما يسمع الكلام ويصلي جوه ويقفل عنه الباب بالمفتاح ومحدش يسمعه، لما احنا ممكن نضربه ونعمل فيه اللي ممكن ما يتعملش. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، انت فاكر احنا اتفقنا على ايه؟ فإما أن تقتصر على ذلك وتصلي في بيتك ولا يسمع أحد صوتك، وإما أن ترد إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له ذمة. قالوا: ما يحبش حد يقول إن أنا بعد ما أجرت حد ضربه، فإما أن تقتصر على ما يحميك، وإما أن تخرج من ذمتي، وإما أن تحر معاهم. تراجع، يعني لا يغتر أحد بوقوف الكافرين معه، ليسوا سندا. ابن الدغنة لما رأى أبا بكر في بركة